السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخنا مطبخ الماسة. النهاردة هنعمل مع بعض الجبنة. أنا أول مرة أجربها، بس بأمانة حلوة جدا في البيت يا جماعة. جربوها وإن شاء الله مش هتندموا. هتعجبكم جدا. اللي لسه لأول مرة يتابعني ما ينسانيش باللايك والشير ويفعل لي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من إشعاراتي. معانا ده كيلو ونص من الحليب. معانا انا كنت حاطه معلقه وربع من الملح، بس لا زودي لان الملح كان عندي هنا قليل. يعني حطي لكل كيلو معلقتين معلقتين لحاجه بسيطه تقريبا. معانا دي حاجه اسمها منفعه، لكل كيلو بنحط معلقه من المنفعه، يعني معلقه ونص. انا مش عارفه هي بتسموها عندكم ايه، اجزه. اعتقد بتتسمى كده برضو. اللي عارف اسمها ايه ينزل يقولي في الكومنتات، بس انا عندي بتتسمى منفعه. بتتشرى، انا شارياها من عند لبان بيبيع منتجات البان عموما، بيبقى عنده المنفعه. اول حاجه هنعملها هنرفعها على النار، فيها الحليب. هنحط الحليب لما يدوب يبدأ يسخن، لما اجي احط صباعي جواه صباعي يتحمل الحرارة بتاعته. يعني احنا نحطه على النار ونتابع. ده بعد ما هو بدأ يسخن، نزلت بالملح وبعد كده المنفعة وقلبتهم كويس جدا حوالي 5 دقايق على النار. انا مش عارفة اللقطة بتاعت المنفعة تقريبا ما جتش وانا بضيفها. كده خلاص، هو وصل لمرحلة ان انا صباعي سخن، بس صباعي متحمل الحرارة. نزلتهم من على النار، قعدتهم ساعة ونص بالظبط. اللقطة دي ما جاتش. ساعة ونص بالظبط، وده بعد ساعة ونص نزل المية بتاعته او الشرش زي ما بنقول. هنبدأ نقطعها كده بالسكينة. اللهم بارك، شايفين القطعة بتاعتها؟ بس هو كده لسه ما خلصتش يا جماعة، لان هي كده لسه مليانة مية. هنجيب بولة وعليها مصفى، اي شيش عندك، اي شرب قديم، اي قماشة قديمة بس تكون نظيفة ونظيفة جدا او مغسولة. هنبدأ ننزل الجبنة بتاعتنا، بس نحاول ما نبهدلش فيها عشان الجبنة بتاعتنا ما تأستكش. كتر التقليب في الجبنة بزيادة بيأستك الجبنة، بتلاقيها مش ناعمة كده وانتي بتفرديها على العيش. هنبدأ ننقلها كلها دلوقتي في الإشارب. هنحاول على قد ما نقدر نخرج أكبر قدر من الشرش منها او الميه بتاعتها بالشكل ده. نبدأ نعصرها ونلفها ونسيبها في المصفى بالشكل ده حوالي ساعة او ساعة تقريبا. هتنزل اكبر قدر من الميه، وبعد كده هنقلبها تقليبة واحدة بس. وبعد كده هنبدأ نقطعها. ده شكل الجبنة بتاعتنا. هنبدأ نقلبها تقليبة. بعد كده هنقطعها. ده شكلها بعد ما اتقطعت بالسكينة. هي الكاميرا عندي مش واضحة. بسم الله ما شاء الله، الجبنة كانت حلوة جدا. الولاد عندي حبوها قوي، احلى كتير من اللي بنجيبها من بره وانضف عموما. هبدأ دلوقتي اجيب علبة واحط فيها الجبنة. انا قلت كتجربة عملت في كيلو ونص من الحليب. هي على فكرة سهلة جدا طريقتها. حابة انت بقى كتري انت الحليب، ممكن 5 كيلو، بس كتجربة جربي في حاجة صغيرة. حطيت دلوقتي الجبنة بتاعتنا في العلبة. هنبدأ ننزل عليها بالشرش. الشرش ده اللي بيحافظ عليها. انت ممكن تلفيها في اكياس تقطعيه على قد حجم الجبنة، بتحافظ عليها. بس انا عشان الكمية مش كبيرة فما شاء الله مش هتقعد معايا. الولاد عندي اللهم بارك بيحبوا الجبنه جدا، فمش هتطول معايا. فانا ما لفتهاش في كده كده في ورق. وده شكلها، صدقيني هتعجبك جدا. جربيها وان شاء الله هتعجبك احلى من اللي بتتجاب من بره، وانضف كتير 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 بمراحل. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، واستنيني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.